حروب. حنا كانوا عندنا الحروب جاسم، فرنسا احتلتنا بزاف تعدات علينا العشريه السوداء هذيك. هذو المشكل اللي في الجزائر، حنا كون ما عندناش المشكل اللي في الجزائر. المشكل اللي في الجزائر لو عندكم ملك او حاكم والله العظيم كنتوا افضل الدول. المشكله عندكم في النظام، المشكله عندكم في النظام. بده واحد ذكي يا اخي جاسم. المشكله عندكم في النظام والرؤساء. لان الرئيس اللي يجيكم مثلا الرئيس مثلا عبد المجيد تبون، يعني هو فاز انتخابات؟ ما فاز انتخابات. انت تعرف وحنا نعرف الرؤساء اليوم يتم يجلسون على الكرسي ما في لا انتخابات ولا زعتر، يعني خلاص السياده واللي يقررون الجرالات مع بعض وخلاص. تعال نجلس عمي تبون، خلى كل يوم يقول لنا فكاهه ويضحكنا ويطلق يجيب لنا حاجه. صح جاسم، كاينه حاجه فرنسا الدول ما كاش تشوف فيها هذه الدول اللي احتلتهم فرنسا كيما ديك تونس والجزائر والمغرب، هادو بكل بقاو ما تسمى بقاو يتخبطوا هكا. ما فهمتش انا، هذا هو الخلل اللي كاين. بس السنوات الاخيره المغرب سافر عنكم صراحه. لا الله ولي تبان لك برك يا جاسم، تبان لا والله السنوات الاخيره انا زرتكم وزرت نفس الشيء. المغرب سافر بصح بلاد ما صغيره جاسم. المغرب والله العظيم المغرب تدخل وبالحجم. انتوا ليش كل شيء بالحجم؟ يعني انت والله كانك تتكلم مع حرمه تقول انت كبير والثاني صغير. يا اخي تقيسون كل شيء بالحجم. اذا عندك فائده، اذا حجم مثلا عندك 500 كيلومتر وسويتها وجهزتها افضل من مليون كيلومتر فاضيه صحراء قاحله. والله هو الوجه. الفائده مو في المساحه، الفائده في الانتاج. تخيل لو المغرب مثلا، المغرب عندهم غاز وبترول، يعني هم الحين بدون غاز وبترول، ما عندهم شيء، ما عندهم موارد طبيعيه. تمسك خط من طنجه الدنيا كلها مزارع عندهم لين كازابلانكا. يا جاسم خليني اكمل لك اخويا هذه النقطه. لازم شوف يا جاسم اللي حطها في راسك مليح. كون جا عندهم الخير ما يجيوش يخدموا عندنا هنا في الجزائر. ما تقوليش هاي المعلومه كلكم تقولونها. تدري اليوم بحثت في الموضوع وتدري حصلت اليوم ماشي يخدم عند الاماراتي. الاماراتي يا جاسم الاماراتي ما يعرف يخدم الزليج والرخام. لازم خليه يتكلم يا جاي. تمام يا لميم انا بحثت في الموضوع وكانوا وياي دمير. تعرف البيطري دمير؟ لا انا عرفت. اغلب او يسمونه الشعاب مال الشغل اغلبهم حرفيين، جبس وزليج ورخام. بكل مكان موجودين، كل مكان، حتى في الامارات نفس الشيء. اغلبهم هذول اللي عندكم شغيله يشتغلون. وثاني شيء ان الانسان اذا يروح بلد ثاني، انا الحين دوامي في اوروبا، انا في الامارات دوامي في اوروبا. والله ما عرفت وين المشكله. فاهمني كيف؟ معناته مو اذا تروح تشتغل في بلد ثاني. انا الشيء الوحيد اللي عاتب عليه الجزائريين اللي يروحون فرنسا، اللي يروح المانيا، يروح اوروبا، اي مكان ما عجبه. بس انك تروح فرنسا اللي قتلت اجدادك 100 سنه، هذا الشيء انا عاتبك عنه. لان انجس جنسيه على وش الارض هي الجنسيه الفرنسيه. اخبث شيطان اللي يسوي المشاكل بين المغرب والجزائر هي فرنسا. شيطان افريقيا، لان ما ودها الدولتين هذول يتحدون مع بعض، لان هالدولتين يكملون بعض. المغرب دبلوماسيا شارد عنكم، يعني هربان عنكم 100 سنه ضوئيه. انتم عندكم موارد بس عقول ما في. فرنسا بعدها تلعب في المسؤولين يمين يسار، لان اذا تدقق في موضوع الجنرالات تحصل اغلبهم عندهم جنسيه فرنسيه، اغلبهم عيالهم يدرسون في فرنسا. تمسكهم من الاشياء هذه. المفروض تكونوا انتم تنافسون امريكا وتنافسون السعوديه وتنافسون الكويت. ما جاسم خويا دقيقه برك انا نفسر لك حاجه باش تكون على بالك. شوف انا كي تقول لي المغرب هربت عليك راك غلط في هذه يا جاسم. دوك نجاوبك عليه. المغرب شوف عندها واحد المناطق برك بلاد البنيه التحتيه كما نقولوا هكا، الرباط، طنجه، مراكش، هادو بلاد سياحه كما نقولوها. الناس سياح يجيو عندهم تم يخدموهم البلايص هذوك نقولوها. هذا برك بصح حنا خير منهم في كلش. حنا القدره الشرائيه يا اخي شوف القدره الشرائيه. لا نقطه نروح نقطه. تكلمت على البنيه التحتيه، تمام. المغرب اصغر عنكم وانتم اكبر عنكم. المغرب يمتلك قطار فائق السرعه وانتم ما تمتلكونه، صح؟ يعني هذا اصغر مثال. احنا عندنا القطار اللي تحت الارض وما عندهمش يا جاسم. احنا عندنا القطار اللي تحت الارض والله يسهل. احنا ما عندنا القطار اللي تحت الارض، عندنا فوق الارض. احنا عندنا حاله بالمغرب. يا اخي الغالي لمين هم عندهم فوق الارض ولا ما عندهم؟ عندهم الترامواي ولا ما عندهم؟ عندهم صح الترامواي. احنا عندنا اكثر منهم.
هذه حسابك يا لان مساحه اكبر. بس انت اذا بدك تتنقل من المدينه للمدينه يلزمك قطار سريع، ما يلزمك مترو انفاق. المترو ما يوصل قسطنطينه. جاسم دقيقه اخويا، شوف دقيقه بغيت نعطيك معلومه هذه بنصححها لك. على حسب الحاجه، انتم محتاجين قطار فائق السرعه من بين مدينه لمدينه. انتم اكبر مساحه من المغرب، حتى لو عندكم 100 ترامواي 100 مترو انفاق، انت محتاج قطار ينقلك من الشمال للجنوب. فهمت يا امين؟ هذا الشيء اللي ودي اوصل لك اياه. لا تقارن بالعدد، قارن بالجوده. انت قارن بالجوده، مو تقارن لي بالعدد. انت اذا بدك تروح من الجزائر العاصمه لا اضرار يبقى لك 3 سنين سفر. بس اذا تروح بالقطار السريع 4 ساعات انت وصلت. المغرب فيها طيارات. اعطيك سؤال يا جاسم، اعطيك سؤال. تفضل اخوي تفضل. واحد، شكون هو اقوى جيش في افريقيا؟ شكون الاول شكون الثاني؟ اليوم لما تخوض حرب بعطيك اقوى جيش. لما تخوض حرب وتنتصر، تخوض حرب ضد دوله اوروبيه وتنتصر، بعطيك انه اقوى جيش. في التيك توك كلهم اقوياء. جيش الجزائر. ما حد يجاوبني جاسم، منو يتشاني الجزائر؟ شوف الغالي لا مصر ولا الجزائر، لا مصر ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب ولا الامارات ولا طزي ولا سموله حد. اقوى جيش لما تخوض حرب وتفوز بقول لك انت اقوى جيش. اما التيك توك والمناقصات وشراء الاسلحه والخرابيط اللي بدون بيض، ابوي فلسطين يغتصبوها يوميا، ما حد حرك ولا اسطول. وش بدك تسوي بالجيش؟ يشتري لك الحليب مثلا؟ غلنا من الخرابيط اللي بدون بيض. جاسم يتكلموا بالارقام امريكيه، تقدر تقول شكون الارقام هاي؟ امريكا تقول لك منو عشان تبيع لك السلاح يا ذكي. امريكا تقول لك انت قوي عشان ابيعك السلاح، عشان تضحك عليك. وش تسوي بالسلاح يا لمين؟ انت كم سنه عندك السلاح؟ اي حرب خلصتها الحين؟ جيشك ما طالع من الجزائر. اي حرب خلصوها الحين؟ اي حرب؟ والله شوف جاسم، ما درنا احنا حتى حرب من ردنا الاستقلال الحمد لله. معناتها وين القوه؟ في العتاد موجود. جاسم بدك نعطيك مثال. مصر عندها جيش مثلا، حدودها كلها منطوخه، سوت شيء؟ ما سوت. نو جاسم، شوف يا جاسم خويا، نهضروا هضره يعني تاع كيما نقولوا تاع وحيد ناس كبار. انت تفضل واقع بالناس كبار. شوف ناس كبار، انا عندي جيش موجود، اسلحه واشتري سلاح من السبعينات. السلاح بعد 10 سنين يصير خرده، يطلع سلاح جديد، بس يشتريه وبنزل عند الجيش ويطلع سلاح ثاني. احارب منو؟ انت تحارب منو؟ تسلح لي مجموعه من المرتزقه في تندوف، تعطهم 2 كلاشينكوف وتقول لهم تعالوا اطلعوا لي ارفعوا لي علم فوق، بصرف على ابوكم 50 سنه. تحارب منو؟ تخالف ليبيا؟ تحارب المغرب اخوانك او تونس؟ تحارب منو انت؟ وش فائده الجيش؟ فائده الجيش اذا الشعب مطحون. الجيش القوه في الاقتصاد. الجزائر، اسمع جاسم، الجزائر مستهدفه، فيها الخيرات، فيها كل الخيرات. على هذه مستهدفه من جميع الدول، والله من جميع الدول. المهم الحمد لله بلادنا محرره شبر. عندنا فيها 2 ملايين، واسمع عندنا فيها 2 ملايين و400 كيلومتر. الراجل يقدم، هذا ما كان من الاخر. كاينه الهجره، ما نكذبوش. معناتها الدوله بعد فقيره. نو شوف اخويا جاسم بالعقل برك، شوف الهجره هذه، شوف كاينه في تونس، في ليبيا، في مصر، خليك في الدول اخر تقارن بهذيك الدول. نتكلم دولك انت بس دولتك، نتكلم عن دولتك يا جاسم. بس كمل اخويا الامين، كمل جاسم. في حاجه معلومه هذه، بس شوف انا نعطيك انا في الجزائر، شوف واحد ما يخرط عليك. شوف الاحصائيه اللي نعطيها لك انا هي اللي صحيحه. شوف عندك 50% من الشعب الجزائري بكل لاباس به، يعني مش يعني كي نمثل لك 50% اللي لاباس بهم. يبدا بار اكزومبل من اللي عنده نقولوها 10 ملاير حتى ما على باليش انا 2000 مليار. واش هي 10 مليار؟ 10 ملاير ايش؟ 10 ملاير يعني مليون دولار، مليون دولار. يبدا من مليون دولار، انا قاعد نقول لك من مليون دولار حتى نقولوا 100 مليون دولار ولا 200 مليون دولار. انا قاعد نمثل لك برك جاسم. يمثل لك 50%. ما فهمتنيش، ما فهمني او جاسم فهمني انت ما فهمتنيش اصلا. لا هو يقول 50%، يعني 50% ذول ثروتهم تتراوح بين مليون او مليونين دولار. صار من مليون دولار حتى 500 مليون دولار. واش بك يا جاسم؟ قصدك الجنرالات؟ نو والله ما نجي نهضر على الشعب، جنرالات ما على باليش بهم، انا ما عندي تسوق. تدري اذا الشعب، تدري ان حتى في الامارات ما عندنا هذا الرقم. خليني نكمل لك يا جاسم.
والله خليني نكمل لك يا عزيز. تفضل تفضل تفضل. 30% اسمع وشوف ونقول لك حتى ل 30 حتى ل 35 الشعب متوسط، يعني كما نقولوها مقبول الدخل، كما نقولوها الشهر يخدم عند الدوله متوسط الدخل الفردي. بارك الله فيك، متوسط الدخل. وهذيك ال 15% حتى ال 10% نقدر نقول لك فقيره، يعني الانسان ما يكذبش. لا الفقر موجود، لا الفقر موجود، بس اخوي بس الاحصائيه هذه من وين جبتها؟ نو على بالي في الجزائر وعلى بالي قاعد نشوف الناس. انا ما قلت لك نو اي انا قلت لك من وين جبتها. انت ابتديت بنو اول شيء. انا ما سالتك يس ولا نو. جاسم انا عايش في الجزائر وعلى بالي، على هذه قاعد نقول لك يا اخوي. لا شوف انت عايش في الجزائر وانا اخوك جاسم زرت الجزائر 5 مرات. الله يبارك. تمام. واخوي يشتغلوا معاه اثنين، واحد من عين مسيله والثاني من تيزي وزو. من مسيله والثاني من تيزي وزو، واحد امازيغي والثاني من تيزي وزو. تيزي وزو عين مسيله هي تقريبا، لا مو بعين الدفله، في منطقه ثانيه عين الدفله. المهم لا عين الدفله اسمها الدفله، هذه الدفله عندهم نبته حاره تنبت في الواد اسمها الدفله وتسوي ورود. عين الدفله مو الدفله الدال. الدفله انا سوري، انا بعتذر. سوري غبي، هذا سوري مخ راسه يا هذا سوري هارب من بلاده. اخوي استغفر الله. اخوي لمين اخوي 50% اذا عندهم كل واحد $1,000,000 الجزائر كلها تصير كلهم اغنياء، لان هذا 50% كل واحد يعيش وياه شخصين بس تصير الجزائر كلها اغنياء. في الامارات عندنا الاغنياء نسبه الاغنياء 25%، مو 50%. 50% مستحيل توصل لها. كمل يا جاسم كمل. ففي اغنياء طبعا في الجزائر على كل بلد، مثل ما تروح الهند مفقره، واغنياء الهند موجودين عندنا في دبي اكثر من المواطنين نفسهم، بس احصائيه 50% هذه مو موجوده. ما فهمتنيش يا جاسم، والله قلت لك 50%. يعني شوف حطيت لك المواطن اللي يبدا من $1,000,000 حتى ما فوق، ما فهمتنيش. اي بس انت تعرف ترى اذا $1,000,000 اذا 50% عندهم $50,000,000 دخلهم يبتدي من $1,000,000، معناته البقيه اذا واحد يعيش زوجته وعياله وابن عمه راحت كل الجزائر كلها اغنياء. جاسم خويا $1,000,000 جاسم خويا $1,000,000 قد يساوي بالعمله الجزائريه؟ يساوي 18 مليار برك، و18 مليار فيلا. انا ما تشري لك في قسنطينه، انا سقسي يا جاسم وتاكد من المعلومه هذه. فيلا انا في قسنطينه عارف 18 مليار. يعرف بس تتكلم عن 50% بابا، 50% وايد ترى، الرقم مبالغ فيه. ما نعرف، بالك انا اكون غلطه جاسم، بالك هذه. شوف موجودين اغنياء، بس الدوله عامه شوف مثلا اذا رحت الجزائر العاصمه، رحت على الكرنيش، رحت البارات، منك موجودين المطاعم، تحس ان كل شيء غني، بس يوم تدخل شارعين بعد الكرنيش تحصل الفقر. صح ولا لا؟ في بلايص يا جاسم مش في وهران وانت رايح على الكرنيش تحصل الشباب يستعرضون سياراتهم، وهذا منه وهذا منه، وتحصل تحس ان الكل غني، بس يوم تعدي شارعين تحصل الفقر. فهمت؟ لازم تمر على الدوله، توصل مساحه مثلا، تمر على مناطق 50-60% تحصل الناس عايشه في نعم ونعيم، وقتها تحس تلمس الغنى، مو بذاك الغنى. يعني حتى احنا في الامارات، في حياتك شفت طلع اماراتي قال لك احنا اغنياء، ولا عندنا غنى، ولا عندنا مواطنين اغنياء، ولا 20% اغنياء 30%؟ جاسم لافونتاج اللي عندكم انتم، كما نقولها لافونتاج اللي عندكم انتم في الامارات. لا تقولي المساحه، قولي افونتاج. لا ما قلتلكش المساحه، بالعقل يا جاسم خويا، الله ما قلت المساحه، بالعقل. تمام. انتم في كما نقولوا الشعب قليل، مش كيما احنا بزاف يا جاسم، احنا 50 مليون. نفس الرقم، نفس المساحه والعدد، نفس الشيء. شوف بس الفرق بيننا وبينكم ان احنا اعدادنا قليله صح، ودولتنا صغيره، بس الغريب في الامر ان احنا ننتج اكثر عنكم، مع الحجم الصغير والمواطنين القليلين، ومع ذلك نجيب عماله من برا وننتج 5 أضعاف اظني، اذا هي 5000 برميل، يعني ننتج 5 أضعاف من ما تنتج الجزائر. صح هذه كاينه. يعني عشان شيء، يعني اللي عندنا احنا اللي تنتج الامارات قادر يعيش 100 مليون نسمه او 200 مليون نسمه.
هي بصح جاسم درك هذه الهضره هذه لازم تفهم الناس. قول لهم احنا ندخلوا الفلوس اكثر من الجزائر في البترول. كاين ناس ما على بالها. ليش الجزائر ما ندخل الفلوس؟ هذا السؤال. نو هذا السؤال. حنا المشكل تاعنا ما زادوش طوروا روحهم، ما زادوش داروا كيما نقولوها ابيار كسيره، فهمت؟ البترول هذا هو المشكل. وليش؟ ليش مع الوقت هم قاعدين يديروا كل عام يديروا حاجه جديده. انت الحين متى استقلت الجزائر؟ 1962. 62. متى تأسست الامارات؟ الامارات والله ما على اكزاكت، بالك في الستينات بدك هي ثاني جسم. في السبعينات. في السبعينات. يعني من وراكم كنا اغلب الدوله كانت صحراء قاحله. شتها كانت صحراء طول، يعني شتها تمام. اغلب يعني كانوا مدن بسيطه صغيره، مدن يعني طينيه او مدن يعني في طابوق او كذا. ويوم اجى الحاكم، والحاكم اللي عنده حكمه، مو بس حاكم بس، سوى الدوله في 20-30 سنه. صارت دولة يضرب فيها المثل، صارت تستقبل 28 مليون سائح، صار أقوى اقتصاد، صار أقوى جواز سفر، صار عنده تحديات. كل سنة يطلع عندنا تحدي في الإمارات، أقوى كذا وأقوى كذا، وأسرع طيارة وأسرع سيارة، وأقوى كذا وأقوى كذا، وأقوى اقتصاد وأقوى إنتاج وأكثر كذا. هذا السباق.